بسم الله، وهنبدأ بقى نعمل كيكة النهاردة. كيكة الشتا بقى اللذيذة في السقعة دي. 3 بيضات معايا، ومعايا كيلو دقيق من دوت، ومعايا مريندا اللي هي برتقان طبعا كلنا عارفينها، ومعايا خل، ومعايا زيت، ومعايا ملح، ومعايا سمنة، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا. طبعا أنا اتأخرت هنا ووردة اهو، مش حرماكم من أي حاجة. هنا معايا كاكاو كنت هجربها واعمل بيها بس ما حطيتهاش. تمام كده. هنجيب هنا الطبق، وهننزل أول حاجة بمعلقة سمنة كبيرة خالص، عشان أنا هعمل صينيتين كبار. بمناسبة السنة الجديدة بقى ايه، اعملي حاجة حلوة كده ووزعيها على جيرانك وعلى حبايبك. انا عملت صينيتين كبار لينا بقى وللجيران والاهل. فضيت هنا الزيت. انا ما بعملش بمقدار، تمام، انا بعمل كده ما بعايرش. بس انتوا عايزين تعايروا، اعملي كوباية زيت او كوباية الا ربع على معلقتين سمنة كبار، تمام كده. هنا برضه انا حطيت كوبايتين سكر، تمام، انا ما بعايرش بس هما كوبايتين سكر. كنظرية يعني كده. هنبدأ بقى نقلبه ببعضيه خالص. لعند ما يدوب السكر بتاعنا. عايزة تضربوا السكر في المطحنة يبقى ده أحسن حاجة. وهنا البيض حاولت إن أنا أكسرها بإيد واحدة وأنزلها، طبعا معرفتش عشان أنا بصور لكم بالإيد التانية. حطيت 3 بيضات زي ما انتوا شايفين. والفانيليا برضو حطيت الكيسين. وهنفضل بقى نضرب فرد ونضرب فيهم لعند ما السكر بتاعهم يدوب خالص. والبيض يدوب يبقى القوام بتاعه زي الكريمة كده. نزلت هنا بمعلقة صغيرة خالص خل، ودي بقى بتخلي الكيكة جميلة وبتشيل زفارة البيض، وفي نفس الوقت بتخلي الكيكة هشة معاكي. انا ما عملتش كيلو الدقيق كله، انا عملت حكاية كيلو الا ربع، هتشوفوا في اخر الفيديو. هنا نزلت برضو بالمرندة، انا نزلت بحكاية كوباية، اهي كوباية صغيرة اللي هي بتاع الشاي. وبقيت اوريكم الازازة انا اخدت منها قد ايه، بس طبعا شربت منها حبة عشان تبقوا عارفين، يعني ما تقولوش ان انا كل ده ضفته على الكيكة. وهنا زي ما انتم شايفين السكر الحمد لله داب معايا. لو برفعه كده وكان السكر لسه ما دابش هيبدأ يبقى زي الحبيبات كده على المعلقة. انما هو داب معايا. الدقيق بقى انا بنخله هنا عشان الكيكة تطلع معاكي هشة. هنا فضيت واحد بيكنج باودر، والتاني اهو قطعته عشان تعرفوا ان انا فضيته كله. والتاني حطيت منه حكاية معلقة بس. ما حطيتوش كله، انا حطيت منه معلقة بس. وبعد كده بقى هنقلبه، نفضل نقلب فيه. واهو برضو بقول لكم ان انا بقيت منه اهو علشان خاطر ما حدش يظلمني. هنفضل بقى نقلب فيه، وحطينا ذرة الملح زي ما انتم شايفين اهي. ودي لازم اي معجنات، دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومذكورة تقريبا في احاديث وفي قرآن، اي معجنات لازم تحطي لها ذرة ملح. هنا بقى بقيت اضيف الدقيق شويه شويه، حبه حبه كده اضيف الدقيق، وبعد كده الاقي العجينه تقلت معايا، ابدا اضيف لها المرندة. وتقلبي في اتجاه واحد بس. تمام. انا عامله 3 بيضات ليه؟ لاني انا هعمل صينيتين كبار زي ما قلت لكم، فانتوا ممكن لو هتعملي بقى صينيه واحده بس صغيره على قدك انت ولادك، حطي بيضه واحده بس. البيض غالي، والبيضه بقت ب3 جنيه، فاحنا مش هنحط يعني في الكيكه قد كده. كيكه بقى اقتصاديه، ولا فيها لبن، ولا فيها بيض كتير، ولا فيها بقى الحاجات اللي هي بتاع الكيكه التانية، الكيكات التانية اللي احنا بنعملها دي. هنا عندي صينيتين، النقط البيضاء اللي هي بتبقى في الصواني دي الله يسامحه، يعني الراجل قلت له عايزه طقم صواني حلو، فهو اداني الطقم دوت، ودي حاجه نظيفه ودي مش عارفه ايه، وانا الصراحه ما بفهمش فيهم. المهم لما بتعملي كده البتاع الابيض ده بيطلع، انا اخدتها غسلتها وبعد كده عملت فيها. بعد ما فضينا زي ما انتوا شايفين توصلوا لقوام الكيكه اللي هو كده، تخبطيها كذا خبطه كده. خبطه حلوه ما تخافيش، واهم حاجه الصواني تبقى مدهونه زيت قبليها. انا دهنتها زيت بس، ولا دي ولا اي حاجه، والحمد لله والله ما لزقت معايا. شايفين عامله ازاي عازل بينها وبين الصينيه اهو. دي تعرفي ان هي مش هتلزق معاكي. حطي لي بقى لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واعزمي اصحابك بمناسبه السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين وبألف صحه.